السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سارة التفصيل وعد التدوير. ان شاء الله حصتنا النهارده جاكيت طويل جلد بالياقة عريضة بصفين زراير من قدام وكم سادة وعليه زراير. انا معايا النهارده قماش 2.5 متر عشان عايز جاكيت طويل طوله متر. طبعا عارفين ازاي بناخد المقاسات اللي هناخدها بتاع الجاكيت، طول الجاكيت وطول الكم ومحيط الكم ومحيط الصدر ومحيط الارداف. طبعا كده واخدينه وعارفينه، واللي ما تعرفوش ترجع للحصه على نفس الصفحه. انا عايزه الجاكيت واسع علشان الغطيين على بعض يقفلوا. يعني انا عايزه الامام مش بالظبط، مش مرد صغير ولا حاجه، لا ده احنا عايزينه عريض علشان يديكي الياقه العريضه بتاعته. فهعمل ايه؟ هاخد طول الجاكيت مره. انا عايزه جاكيت طوله متر و10، هطبقه مرتين حابه تطولي براحتك، تقول اللي انت واخداه عايزه تعمليه. انا معايا بقى مني جزء قماش فايض مش هيطلع ملوش لازمه، فانا هاخده في الطول، يعني هيبقى يطول معايا الجاكيت معايا، كل ما يدخل يبقى اشيك. واطبق القماش كويس عشان تعرفي تقصيه. اي قماش تطبقيه من عند البورصل عدل مع بعضه عشان تطبقي صح. لو ما طبقتيش التطبيقه دي هتيجي تقصي هتطلع معوج معاكي وما تطلعش مظبوط. ونفصل الاتنين عن بعض والاتنين بنفس الطول. هاخد جزء منهم هعمله بالظهر ونص الامام. ازاي؟ انا عندي الجزء بتاع الظهر هاخده على اساس محيط الارداف. انا عندي محيط الارداف 140، هاخد الظهر 70 سنتي بالمنظر ده. دي 70 اهو، والجزء ده هاخد منه، لانه طبعا مش هيكفي معايا امام كامل، هاخد منه نص الامام. هطبق القماش هطبق 70 سنتي الوسع اللي انا عايزاه بتاع الظهر. بالطريقه دي الجزء الفاضل معايا هقسمه على 2 بالطريقه دي، مش 2 كمان، يعني هنخش جوه شويه كده، حوالي 4 صوابع بايدي اهو. ده دخلت المرد بتاع الياقه نفسها، وبقيه القماشه هخليها البطانه بتاعت الياقه. فاهمين جت ازاي؟ يعني شايفين هطبقتها بنفس المنظر ده. انا عندي لحد هنا نص الظهر، هطبق 4 صوابع او 5 بايدي كده، والباقي هاخده بطانه الياقه. وهاخد الجزء الثاني قد ده بالظبط، اللي هو عشان يبقى عندي نص الامام ونص اللي هو الجنبين. يعني هقسم القماشه، هاخد الجزء الثاني هاخد قده وهقص قده بالظبط. انا بحب البطانه منها فيها بتبقى اسهل لك في التقفيل والقص. عشان يبقى كلامي واضح اكتر هنفصل الظهر عن القماشه خالص. والطريقه دي هي طريقه البليزر، هي طريقه اي جاكيت في اي موديل، هي نفس الطريقه دي.
معايا اهو الظهر طبقته 2 والناحيه المقفوله هي اللي قدامي. هاخد الامام القطعتين احط الوش في الوش واحطهم على الجزء المفتوح، يعني هخلي ال4 المفتوحين مع بعض بالمنظر ده بالطريقه دي. هنزل بطروني عادي وهوريكم ازاي هنعمل ايه في الياقه. المهم ان الجزء ده معايا بزياده بحيث ان انا هاخد 5 أو 4 عرض الجنب بتاع الياقه والباقي بطانه معايا عشان ما توصليش وتلفي حول نفسك وتدوري على البطانه وتحسبي وتعملي. انا خدتها منها فيها اهي بعرض قماش واحد جنب اللي هو 150، خدنا ال70 وال80 الباقيين خدناهم جنب واحد. هننزل الباترون بتاعنا عادي خالص. انا عندي الكتف 40 سنتي، هاخد نصه 20 سنتي، هنزل بقى اللي عند 20 سنتي 3 سنتي من الكتف وبايدي 4 صوابع وانزل حردة من الكتف اخدنا من الكتف 3 سنتي بداخلة الرقبة 4 صوابع يعني او 8 سنتي، نصهم يعني 4 سنتي، يعني دي المفروض تكون 8 سنتي، الجزء دوت يكون نصه اللي هو ال4 سنتي. عملنا من الكتف هنزل حردة الباط 20 سنتي، من النقطة دي هنزل محيط الصدر. محيط الصدر عندي 120، نصها 30 60، نصها 30 4 30، انا هاخد الربع، انا محتاجة الربع، يعني محيط الصدر على 4 هيدينا 30 سنتي. هنعمل خط والخط ده هيكون نازل عمودي، واخده دوران حردة الباط او حردة الجيب. انا عارفه ان الشغل مش باين والخطوط مش باينه، بس انا المفروض بتكلم حد فاهم وعارف ان حردة الباط وحردة الحاجات دي كلها. انا بتكلم النهارده اساس حصتنا حردة اللياقه بتاع الجاكيت ونظامه وازاي نشتغل على الجلد وازاي المكنه معاكي تمشي على الجلد عادي كانها قماش. ولو كنت ده مش شايف واضح معاكي عندك كذا فيديو ارجعي له هتلاقيه واضح جدا بمنتهى البساطه. امشي على الخطوط واقص ده ميل الكتف، حردة الرقبة الخلفية، هطلع بيها بأي طريقة من هنا ونفصل خالص الظهر ونبدأ نشتغل تاني في الأمام. أنا عندي هنا الجزء ده هو حردة الرقبة الأساسي. طب أنا عايزة اللياقة عريضة، قلنا هنعرض عنه 5 صوابع أو 4 صوابع زي ما انتي حابة عرض اللياقة بتاعتك، وهنطبق الباقي بحيث يغطي معايا لحد الكتف. ليه لحد الكتف؟ عشان لما تيجي اقلب اللياقه تبقى ماسكه معايا من عند الكتف وتبقى شكلها حلو بالطريقه دي. هاخد معايا تاني من الكتف واظبط التطبيقه بتاعتي. بالظبط اهي. انا عندي اهو الكتف بتاعي الاساسي، هاخد من عنده دوران بقيمه 5 صوابع بايدي كده وهنزلها دوران. ده حردة اللياقه انا معايا شايفين اهي، علشان لما اجي اقلب اللياقه تديني المنظر ده.
شايفين اهي ظهرت الياقه معاكم اهو. طيب انا هنا اما باجي اركب الياقه اللي هي مدوره بتاخد معايا الكتف الظهر معايا، ببقى سايبه جزء هنا، لو عامله علامه بقيمه حوالي 3 سم، الجزء ده هسيبه معايا عشان اعمل الجزئيه بتاعت الياقه اللي هي المفتوحه دي. انا خلصت كده قص الامام والخلف، سهل جدا. هطلع بقى الاكمام من الجزء اللي خرج التاني. هاخد وسع الكم زي ما انت عايزه، انا واخده الكم هنا وسعه 50 سم وطوله 65 سم. هطلع القماشه واشوفها هتيجي معايا ولا لا. اهي 65. هاخد ناحيه الكم 50 سم وافصل الزياده. طبقه مش كويس. هشتغل على الجزء المفتوح حردة الكم، وبرده الاساسي بتاعها واخدينه في كذا حصه. دخلت حردة الباط 15 سم، بيبقوا بيعلم في حته وحته بقى. هوصل نقطه الدخله بتاع ال 15 سم دي براس الكم من فوق. الخط اللي هيطلع معايا هقسمه نصين، وقوس من الداخل اللي هو الجزء التحتاني، وقوس من الخارج في الجزء الخارجي. ممكن تعلي بيه شويه الجزء القوس اللي بيبقى الخارجي، بس الداخلي ما تعليش بيه، اقصاه سنتي او سنتي ونص. وامشي على الدوران. تطلع معايا مظبوطه، ما فيهاش شده، ما فيهاش مشاكل. الكم بقى زي ما انت واخداه وسعه من قدام، هتعملي نقطه الوسع اللي انت عايزاه، تمدي خط بالباط من تحت وتقصي كده. قصينا الكمام كده. هنحتاج الياقه الجزء التاني اللي هنحطه من فوق اللي هو هنركبه. عايزه تعرفي مقاس الياقه بالظبط، بتاخدي الجزء اللي انت قصاه ده من اول الدوران اللي هو اللي مفتوح، الجزء المفتوح، هتاخدي طوله مرتين، وتاخدي الجزء الظهر بتاع الظهر مرتين. ده اصبح معاكي طول الياقه بالظبط. تاني بتاخدي طول الياقه الدوران الامامي بتاع الناحيتين والدوران الخلفي. عايزه تاخديه قبل ما بعد ما تقفلي بيبقى اسهل بالنسبه لك، خديه بعد ما تقفلي. عايزه تاخديه بقى وانت بتقصي خديه. انا هحطه معايا اهو عشان اقفل على طول مره واحده. وبعد ما تيجي تاخديه من عند الفتحه الجزء المفتوح بايدك كده 3 صوابع من هنا، وبتنزلي دوران، والدوران ده اللي هيركب فيه الياقه، اللي يركب من عنده الياقه. نعمل فورت في النص وفورت في الظهر في النص عشان لما تيجي تركبيها تبقى سهله بالنسبه لك. وتعالوا بقى نقفل مع بعض. ونبدا نقفل معانا الجاكيت الجلد ونشوف هيمشي معانا على المكنه ازاي، ونجربه في قطعه ورا ونشوف الدنيا الاول. شايفين المنظر مكشكش والدنيا مش مظبوطه خالص. هنعالجها ازاي هنشوف دلوقتي. طب انا القماشه ما اشتغلتش على المكنه، نقطه زيت مكان ما هتخيطي نقطه واحده صغيره وتمشي بيها خط اللي انت هتخيطيه وتشتغلي عادي. نشوف النتيجه. شايفين
الجلد اتحول لقماش معانا واشتغل. شايفين بعد منها مشتغلش، قطعت معايا الفتله ومشتغلش. يعني انا الزيت بتاع المكنه، وانتوا عارفين طبعا كده كده بيبقحش في الهدوم ولا الجلد، كده كده هيتمسح وينضف بعد كده. لو بمزيتها نقطه وتوزعي مفيش مشكله، لو بايدك كده تاخدي وتمسحي مكان ما هتشتغلي براحتك انت بقى. المهم ان احنا نقدر نمشي القماش معانا، الجلد معانا على المكنه. اول حاجه بعملها معايا بقفل الكتاف. انا هبدا اقفل الكتاف. شايفين ما شاء الله ماشي معايا زي القماش بالظبط ازاي. الكتف التاني اشتغلت معايا ليه؟ عشان الدواسه فيها زيت لسه. هنا بقى التركية بتاع الجاكيت. انا عندي الفتحه دي اللي انا فاتحاها، الفرط اللي انا عاملاه ده هاخده الاول خياطه لوحده، بالمنظر ده. والناحيه التانيه بنفس الطريقه عند الفرط اللي انا خدته بالطريقه دي. اصبحت معايا البوز بتاع الياقه اللي هو الجزء ايه الاولاني اللي في الجنب. شفتوا جت ازاي؟ هجيب الياقه بتاعتي واقفلها بالجنبين. نفس الطريقه الجنب التاني. واقلبها. وعند الفرط اللي انا واخداه مع الفرط اللي في الظهر بتاع نص حردة الرقبة الخلفية، واثبتهم على بعض وابدأ الف دوران الياقة معاها. شايفين ماسك معايا مظبوط ازاي؟ بركب الجزء اللي هو مدور، لان الدوران انا واخداه على المفتوح. هركب الياقة ومعاها البطانة، هتتعبك وهتضايقك. خدي الياقة لوحديها الاول، بعد كده ركبي البطانة بتاعتك اهي. هركب جزئية البطانة. حسيت ان المكنة بدأت تشد معايا، ترجعي تحطي زيت تاني. خدنا البطانة مع بعضيها حتة واحدة. انا حطيت على الدواسة نفسها زيت، وادي لياقة البلطو. ودي نفس الطريقة اللي هتشتغلي بيها بليزر الجاكيت او البلطو او بلطو المدرسة بتاع دكاترة وصنايع، بنفس الطريقة دي بتطبق تديك المنظر ده. طيب انا عايزة اخلي الشكل احلى، واطبق دي بمسكها كده من تحت الجزء اللي انا واخداه واطبقه، واخده كله بعرض الدواس عشان اثبته يبقى شكله انضف معايا. بعرض الدواسه امسك الجنب كله، ولما تحسي ان القماش شد معاكي في الخياطه تبداي تحطي نقطه زيت
نزل الدواسة الإبرة في النص والف القماشة وابدأ تشييم تاني. شايفين جنب الخياطة اللي انا واخداها، واسحب من تحت ومن فوق وافرد القماش واثبتها بالمنظر ده. اصبحت معايا بالمنظر ده. دي قد دي ولا مش دي قد بلطو؟ نعمل الجنب التاني بنفس الطريقه. يعني الدنيا سهله وما تخافوش، بس انتوا ركزوا هتلاقيها تطلع معاكم بمنتهى السهوله. طبعا انا مش هبدا بقى زي المره اللي فاتت، انا هبدا على طول هاخدها من اول الجزء اللي انا واخداه تقفيل ده ومع البطانه مع بعضيهم واشتغل عادي. الياقه مع الجاكيت نفسه مع البطانه حته واحده. شفت بقى اهميه ان انا خدت البطانه مع الياقه نفسها؟ سهل معايا كتير ازاي اهو. شايفين اهي. برضه نفس الطريقه هشيل وثبتها. بدات تشد معايا تحت الدواس، انا نقطه الزيت تحت الدواس كده، ما تخافوش الزيت ده هيتمسح تاني يتشال عادي. خايفه من الزيت او ما عندكيش زيت، الفازلين البشره ده هتمسحي بيه وتعملي بيه اهو. البطانه هاخدها بتطبيقتها وانزل بيها على تحت وخلاص. الجاكيت خلص. هتقفلي جنابك عادي وتركبي الكم عادي بمنتهى السهوله. بدأ يشد معايا. تمام. هنقفل بقى عادي خالص الجناب بتاعتي واتني الكم عادي واركبه. انا تنيت الكم اهو على المكنه عادي. هنقفل الكم ونركبه. انا بحب اسيب حاجه في الحاجه كلها وسع، بتنفع بعد كده معايا. حبيتي توسعي بعد كده، يعني انا عامله حاره الباط نازلاها 20 سم، لو خدت بالي بكم من الكلام، ووسع الكم واخداه 50 سم مش 40. عشان ما اعملش جاكيت جلد واكلفه واجي تاني سنه البسه ما يطلع ضيق او في مشكله، او انت بنفسك وانت بتسلمي الشغل ممكن يطلع معاكي ضيق. هتعملي ايه ساعتها؟
هنركب بقى الكم على المقفول. وابدا اركب الكم معايا الباط مع داخلة الكتف مع خط الجنب مع الباط قصاد بعضهم بالظبط. حط الدوران على الدوران. اهو كم نفس الطريقه نعمل الكم التاني. ادي الجاكيت معانا اهو. يا رب اكون بسطت لكم الامور ان هو سهل مش صعب ولا حاجه. هتعمليه في اي خامه، جبردين، جوخ، جلد، اللي انت عايزاه بنفس الطريقه وبنفس الشرح. يا رب تكونوا استفدتوا النهارده.